السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. احنا وراك انت يا سيسي يا سيسي يا سيسي. بيتقال ان العدد اللي مش عارف اللي بيتابع الموضوع ده بسيط. من حقكم تعرفوا، من حق كل، انا قلت ناس معينين، كل ام كبيره مصدقاني وبتدعي، وكل اب كبير مصدقني وبيدعي. لا، ابنكم ان شاء الله شريف وامين ومخلص. انت بتضحك ليه يا عم انت؟ بيكذب. ده بيكذب؟ يا راجل انا اعمل واعمل، بس مش بعمله ليا، مش باسمي. ده مش باسمي، مفيش حاجه باسمي، ده باسم مصر، باسم مصر. ف يا خساره. لا شيء. 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ. لا شيء. على انا كده. لا معلش قولها تاني. علاج خاطئ لتشخيص خاطئ. وما من صحفي في العالم العربي يستطيع أن ينقض نظامه أو يتحاور حتى مع رئيسه بهذا المستوى الندي إلا في مصر. إلا في مصر. إلا في مصر. إلا في مصر. لازم نعترف ان السيسي جامد، نختلف او نتفق، السيسي جامد. نعم حبيبي. السيسي جامد. راجل محترم، لسانه عفيف، بيغلطش، بيقولش العيبه. رئيس جمهورية البلح يعني النوايا، سفير النوايا الحسنة. هز نخلك واطرح يا عم، اطرح حنان، اطرح حنان يا حنين يا حنين، بالحب 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 يا معلم. وانا اكتر واحد مطبلات يا ريس. يعني مش هتكلم، قد يبدو عبيط. انا بحب التطبيل لسعادتك. جت خيبه اللي عايزه خلف. بحب التطبيل ليك وبحب التطبيل لمصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في موعده مع القدر. أوجه لك هذا الشكر يا سيادة الرئيس على إنك فعلا سندت ظهرنا ورفعت راسنا. يا بنت الجزمة. أغلب المذيعين المصريين في القنوات المختلفة أظن أنه لم يكن خفيا على أحد أننا مؤيدين للسيسي قبل ما يبقى رئيس، مؤيدين ليه في فترة ترشح وداعمين ليه، ما عندناش مشكلة في ده خالص. أنا لازم أقول للرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا، أنا بقيت أصدقك قوي. إن هذا الرجل هو لكل المصريين. لا تقلق، احنا معاك، احنا معاك لان احنا مع مصر. لكم 60 نيرة. شكلك فاهم يا نصة.